بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا، فياريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها هي مغادرة أوسوريو، حل أزمة أبو طيب، ليه الحجز لم يرفع من الضرائب، شكوى بيراميدز ضد الزمالك، طلب الناقد شادي عيسى، خالد طلعت والزمالك. اولا عندي سؤال مهم جدا. الزمالك مديون لجهات عديدة جدا، ولكن في لحظة كده كل الجهات اتحركت وقررت وانها بدأت تشتكي نادي الزمالك، سواء كان أندية او سواء كان اتحادات او روابط. كل هذه الجهات تحركت مرة واحدة. هل الموضوع ده صدفة ولا في حد محرك لكل هؤلاء الناس؟ فيا ريت حد منكم كمستمع يقول لي او مشاهد، هو ده صدفة ولا ايه بالظبط؟ انا عايز افهم. الموضوع الاول هو غادر المدير الفني أوسوريو الاراضي المصرية في اتجاهه الى الاراضي الاسبانية على ان يعود يوم الجمعة القادمة، والسبب هو انه سوف يعطي محاضرة كروية في احد الندوات في اسبانيا، ومن بعدها سيسافر بلاده لإنهاء بعض الأمور الشخصية. بالرغم من أن الزمالك في بداية فترة الإعداد لأنه غادر وسافر تاركا الفريق، وبعد كده سلم الجهاز المعاون له البرامج الخططية والتدريبية للفريق طوال فترة غيابه. من قبل السفر كمان كان طلب أوسوريو أيضا من الجهاز المعاون له أن هو يعمل إعداد تقرير شامل عن أرتا سولار الجابوتي اللي هو هيلتقي بالزمالك يوم 16/9 اللي هو الشهر ده في الكونفدرالية. لقاء الذهاب اللي هو هيبقى لقاء الذهاب اللي هو 32، وقال لهم كمان انا عايز اعرف نقط الضعف ونقط القوة في الفريق، وكمان طلب منهم تسجيل اخر للفريق عشان فيديو تاني للفريق عشان يعرف ايه هي نقاط الضعف والقوة في الفريق. المعروف كمان ان بعثة الزمالك ستغادر الى تنزانيا يوم 13/9 لملاقاة هتلاقي هذا الفريق. طبعا نتمنى ان البداية دي تكون قوية جدا لنادي الزمالك، ولكن طبعا سفر أوسوريو في بداية الإعداد قلق ناس كتيرة جدا، وكله قال إن أوسوريو هرب من الزمالك. طبعا محدش عارف إيه اللي هيحدث، ولكن الأيام اللي هي جاية هي هتثبت هل هو الراجل موجود ولا هرب ولا إيه الأحداث بالظبط. ولكنه خروجه كان في وقت غير مناسب، لأن ديت بتعتبر فترة الإعداد، وكانت مفاجأة لكل الناس. طبعا هتطلع أقاويل كتيرة جدا إن الراجل هرب وإن الراجل مش راجع و على أساس إن هو كان عنده فترة سلبية، كان هو واخد أجازة، فضل قاعد في مصر عشان كان مستني مرتبه إن هو ياخده، ولكنه في لحظة في فترة الإعداد في أهم فترة سافر لبلده. ده بالنسبة للموضوع الأولاني. الموضوع الثاني هو حل أزمة أبو طيب. طبعا الأستاذ أحمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادي الزمالك اللي هو موجود في اللجنة قال إن الزمالك قام بتحويل 25,000 فرنك قيمة الرسوم الإضافية من قضية خالد أبو طيب، لأن نادي الزمالك تلقى إخطار من المحكمة الرياضية الدولية بضرورة سداد 25,000 فرنك سويسري كرسوم إضافية في قضية خالد أبو طيب قبل يوم 15/9 الجاري. وقال إن أزمة الرسوم الإضافية لقد تم حلها، وفي حالة عدم سداد المبلغ سوف يتم رفض الاستئناف المقدم من نادي الزمالك، وإن اللجنة كمان ستبذل قصارى جهدها الفترة القادمة مع نادي الزمالك، وان كان الزمالك كمان محكوم في القضية دي بمبلغ 2,850,000 يورو لصالح اللاعب أبو طيب. هذا الاستئناف هو الاستئناف الأخير على هذا الأمر. في حالة عدم دفعه سيصبح الحكم نهائي. يعني احنا لو ما كسبناش، الزمالك ما كسبش الاستئناف ده، هيصبح أزمة أبو طيب منتهية، والمفروض ان انت هتدفع له اللي هم 2,850,000. ده آخر استئناف، فيعتبر استئناف مهم جدا جدا. فيا ريت الزمالك يكسب القضية ديت، لأن احنا مش عايزين وقف قيد للمرة الخامسة. ده بالنسبة لأبو طيب. طيب في سؤال دايما الناس بتسأله، دايما يقول لك هو ليه الحجز من الضرائب ما بيترفعش؟ طبعا الموضوع ده هنوضحه كده بطريقة مبسطة. وزارة المالية
منتظرة ايه؟ منتظرة اي حد من نادي الزمالك او اللجنة بتروح تقعد معاهم وتشوف الزمالك عليه كام، ويبداوا يعملوا جدولة للفلوس ديت. الزمالك مثلا نقدر نقول المشاع ان الزمالك عليه مليار و200 مليون جنيه، خلاص ده من 2018. بعدها ان الزمالك يقدر يقعد مع اللجنة او يقعد مع وزارة المالية، يقعدوا مع بعض، يعني اي حد من الزمالك يقعد مع وزارة المالية ويفحصوا الاوراق ويشوف هما المبلغ كام. هل المبلغ ممكن ينزل من مليار و200 مليون الى 800 مليون 700 مليون؟ طيب ماشي. طب انت هتدفع ازاي من ال 800 مليون؟ فانت لازم يبقى عندك مقدم. المقدم ده انت محتاج على الاقل 100 مليون عشان تدفعهم لمصلحة الضرائب. طب انت ما عندكش ال 100 مليون دولار، يبقى انت ما تقدرش تقعد معاهم. هتقعد معاهم ازاي وانت معكش فلوس؟ يبقى الزمالك منتظر ان دلوقتي الادارة الجديدة تيجي وهي اللي تبقى مسؤولة عن دفع الفلوس اللي على الزمالك اللي هي بتعتبر الضرائب دي. لو الضرائب خدت اي مبلغ هيرفعوا الحجز على كل البنوك بتاع الزمالك. ده الرد بالنسبة ليه الحجز ما بيترفعش من مصلحة الضرائب لغاية دلوقتي بالنسبة لنادي الزمالك. فانت لو عايز تحل لازم تقعد وتعمل جدولة للفلوس. في بعد الموضوع بتاع الضرائب ده هنتكلم في موضوع جديد، هو موضوع بيراميدز. كده كمان بيراميدز نفسه بيجهز شكوى جديدة علشان تكون ضد نادي الزمالك نظرا للمستحقات الذي لم يحصل عليها بيراميدز من نادي الزمالك من بيع كل من مين؟ عماد نبيل دونجا وعمر جابر، الذي انتقلوا الى نادي الزمالك فين من بداية الموسم الماضي. وانتظر كمان ان بيراميدز سيشكو الزمالك في اتحاد الكرة المصري. طبعا مسؤولو بيراميدز قالوا انهم لم يتحصلوا على اي مستحقات من صفقة الثنائي، وكذلك لم يتواصل معهم اي مسؤول من نادي الزمالك حتى ياخذوا مستحقاتهم من بيع اللاعبين. يعني كمان هو بيراميدز وروخر بدأ يخش في المعمعة وعايز يشتكي كمان نادي الزمالك. الغريب في كذا جهة كل الناس دلوقتي طلعت تشتكي، حتى نادي انبي نفسه عايز يشتكي برضه نادي الزمالك في الفلوس اللي عليه في اخر لاعب اشتروه منه. يبقى بيراميدز بيجهز دلوقتي شكوى جديدة ضد نادي الزمالك في اتحاد الكرة المصري. ده بالنسبة لنادي بيراميدز. في كمان موضوع مهم جدا اللي انا عايز اتكلم فيه، هو الناقد شادي عيسى. طلب الناقد الرياضي شادي عيسى بمنع ترشيح اي لاعب من لاعبي الزمالك السابقين في انتخابات الزمالك كان لهم علاقة بالمجلس السابق تحت قيادة مرتضى منصور، وقال لا يجب ان يدخل اي لاعب كورة سابق اشتغل في عهد مجلس مرتضى منصور انتخابات الزمالك، عليه فقط ان هو يقف ويشاهد من بعيد في صمت. يعني هو طلب اي لاعب او اي حد اشتغل مع مرتضى منصور اللي هي المجلس السابق ما يدخلش خالص الموضوع ده، اللي هو ان هو يرشح نفسه في انتخابات مجلس الزمالك اللي هي هتكون في اللي احنا فيها دلوقتي، اللي هي بدأت ومن امبارح لمدة اسبوع، ان هم بس يقعدوا في الصمت عشان ما يعملوش مشاكل ويعملوا بلبلة في الموضوع ده. بالنسبة لرأي شادي عيسى. الموضوع الاخير اللي احنا هنتكلم فيه هو موضوع خالد طلعت. خالد طلعت ده معروف صحفي اعلامي ولكنه راجل عادل جدا وصحيح اهلاوي، ولكن له اراء بصراحة بتعجبني جدا. وقال الزمالك موقوف في القيد وفشل في ضم اي لاعب جديد، رغم كده فرط في يوسف اسامة وسيف جعفر، وفشل كمان في تجديد عقودهم وراحوا بيراميدز مجانا، وفرط في 2 كمان احمد ايمن منصور واحمد عيد بعد انتهاء اعارتهم ورحلوا للمصري كمان مجانا. يبقى في 2 مجانا للبيراميدز و2 مجانا للمصري. وكذلك فرط في الثلاثي الشاب حسام اشرف وماجد هاني وطارق علاء، وكمان اعارهم للبلدية بمبلغ بسيط جدا 150 ألف جنيه لكل لاعب. وكده الزمالك الموسم اللي جاي هيلعب بمين؟ بصراحة في رأيي أنا، وقال كلام محترم، وإن المجلس السابق كان فرط في كل هؤلاء اللعيبة. لو أنت لاحظت هتلاقيهم 2 و2 و3، يعني أنت بتتكلم كده في 7 لعيبة، 4 منهم مشوا ببلاش
والثلاثة منهم اتعاروا بمبلغ قليل. ألف شكر يا جماعة، وأتمنى أنكم تعملوا منكم لايك.